المنتخب الياباني منتخب رجاله مسك المنتخب البسكليتة والعجل هزمهم 2-1. منتخب اليابان بيهزم المنتخب الالماني 2-1 عشان يقول لهم يا رجاله يا شباب ان النجاسه اخرتها وحشه. بيعلمنا درس كلنا ان النجاسه ملهاش دعوه بالكوره، النجاسه اخرتها وحشه والشغل ده هيوديك في داهيه. خليك في الكوره زي ما خليل البلوشي قال لما تطلع بره الكوره هتخسر ومش هتركز في الكوره. خليك داخل الكوره وخليك جوه الكوره تكسب، بس هتخليك بقى في النجاسه وشغل الشمال ده كله مش هينفعك ولا دنيا ولا اخره. وديك خسرت اول 3 بونت واديك هتخسر دنيا واخره، الله يحرقكم. هم جم قبل الماتش وعملوا كده وفضلوا يقول لك احنا بندعم الدنيا وبندعم الفئه دي وحريه الراي والكلام ومش عارف ايه، وان احنا مستائين ان احنا ما مش عايزين نعمل كده ومحدش راضي يدينا حقنا وهيموتوا ويتركبوا، هيموت المنتخب الالماني هيموتوا ويتركبوا، بس محدش راضي. كله قال لهم ان احنا مالناش في الناشف غير المنتخب الياباني. المنتخب الياباني قال له يا حبيبي انت عايز ايه؟ وقفوا كده قال له انت عايز ايه يا منتخب يا الماني؟ المنتخب الياباني قال له انت عايز ايه يا منتخب يا الماني؟ قال له حضرتك احنا عايزين كذا. قال له طب اتفضل يا حبيبي، اتفضل عايز كذا، اتفضل يا حبيبي عايز تاخد خد عايز تتاخد خد عايز تتاخد خد. وراح مدخل فينور جونين، فينور دخل فيه جونين في اقل من 10 دقايق. قال له خد يا عم الحاج اديك خسرت اول 2 بونت عشان اقول لك ان النجاسه اخرتها وحشه يا معلم، وعشان احنا بلد رجاله. انا ما اعرفش حد في اليابان، انا عموما ما اعرفش ولا حد ياباني ولا اعرف حد في اليابان، ما اعرفش غير كوبو ومينامينو، دول تقريبا الاثنين اللي اعرفهم في الحياه اليابانيه كلها، والانمي بتاعهم بس اللي انا اعرفه في الحياه اليابانيه. غير كده اللي انا اعرفه متاكد منهم عالم رجاله، رجاله كلهم معاه رجاله زي الفل ما شاء الله. وخد المنتخب الالماني ورا مصنع كراسي. قال له حبيبي وحش الكلام انت بتعمله ده. قال له لا انا مصمم. قال له طب خد اول 3 بونت، هات اول 3 بونت يا نورم. شغل شمال وكل شغل نجاسه. ولو في اي دوله تانية ما كانوش قدروا يعملوا حاجه زي كده، يعني هم لو في الصين او في اي دوله تانية ما كانوش يعملوا حاجه زي كده، كانوا هيتعدموا كلهم حرفيا. بس هي عشان كله ماشيه بالمزاج وعشان الكيف وعشان المكان وكاس العالم كله وكل حاجه في منطقه عربيه وفي مكان عربي، هم عملوا كده واصروا ان هم يعملوا حركات مالهاش اي داعي وديك ولا نفعت ولا كوره ولا بره الكوره. شباب المنتخب الياباني رزع المنتخب الالماني جونين، ونور دخل فيه جونين ما شاء الله عليه، ما قالش لا، ودخل فيه جونين وفي اقل من 10 دقايق، وفاز المنتخب الياباني وحصد اول 3 بونت على حساب المنتخب الالماني اللي هو مرشحين اصلا ان هو يكسب البطوله. اهو اترزع جونين ما شاء الله والحمد لله. وبس يا شباب نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش تعمل اشتراك، انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.